النهارده بقى انا معايا وحش الفئه الاقتصاديه الاونر 90 لايت، وبعد تجربه الموبايل ده حبه حلوين اقدر اقول لك ان هو اعلى كده شويه من كل الموبايلات الثانيه اللي في الفئه السعريه دي، بالذات بقى في نقطه زي نقطه الكاميرات واللي احنا هنتكلم عنها تفصيليا كمان شويه. وطبعا احنا مش هنتكلم بس عن الكاميرات تفصيليا، احنا هنفصص الموبايل ده حته حته وهنتكلم عن كل حاجه تخصه، وفي اخر الفيديو اقول لك تشتري الموبايل ده ولا تفكس له في بدائل ثانيه احسن. انا شايف بصراحه ان مفيش تظبيط اكتر من كده، فزي ما انا مظبطك انت برضه لازم تظبطني وتنزل دلوقتي حالا تعمل سبسكرايب، تروح عليا كده بلايك كومنت فولو على انستجرام، سيب لك لينك تحت في الديسكربشن، ويلا بينا نبدا على طول. اول حاجه هنتكلم عنها في الفيديو بتاع النهارده وهي الديزاين بتاع الموبايل. وزي ما انت شايف كده التصميم بتاع الموبايل هنا شكله جامد قوي، بالذات اللون اللي معايا. هو عموما الالوان كلها بتاعه الموبايل شكلها جامد قوي، بس اللون اللي معايا ده هو اجمد لون فيهم. الظهر بتاع الموبايل هنا اول ما توجهه على اي اضاءه كده هتحس ان هو بينعكس معاك على التدريجات بتاعه اللون الازرق، شكله بصراحه بيكون تحفه قوي. والاحسن بقى من الشكل الجامد ده هو الماسكه بتاعه الموبايل والخامات بتاعته. الموبايل هنا هو جايب خامات من البولي كاربونيت، بس بصراحه الخامات دي بتكون محترمه جدا، مش هتحس اطلاقا وانت ماسك الموبايل ده ان هو موبايل فئه اقتصاديه او سعره رخيص. وعلى فكره الماسكه بتاعه الموبايل بتكون مريحه جدا، مش الماسكه اللي هتضايقك كده وانت ماسكه، علشان الوزن والسمك بتاعه بيكونوا ممتازين جدا. والحمد لله ان شركه اونر مخليه الظهر بتاع الموبايل هنا مصنفر كده، يعني مش بيبصم خالص. دي احسن حاجه اي شخص بيتمناها لو هو بيشيل الموبايل بتاعه من غير جراب. وبعيدا بقى عن الكلام ده كله، شكل الموبايل هنا بيكون مميز جدا بسبب الديزاين بتاع الكاميرات. انت بجد مش هتعرف ايه كم الاشكال الهندسيه المتداخله في بعض اللي طلعت لك الشكل بتاع الكاميرات ده. انا اول حاجه جت في بالي في الديزاين بتاع الكاميرات ده بالذات اللي هي الحته اللي موجود فيها الكاميرتين دول، هو قناع سبايدر مان. انا مش عارف ليه هو جه في بالي، عارف قناع سبايدر مان اللي هو بيكون صغير كده، هو ده حرفيا الشكل بتاع الكاميرات. اوفر اول كده الديزاين بتاع الموبايل هنا يعتبر جامد جدا في الفئه السعريه دي، ومن احسن كمان الموبايلات بالسعر ده. لما تقلب بقى الموبايل على وشه وتفتحه كده علشان تتفرج على الشاشه، انت اول حاجه هتضغط عليها هي زرار الباور. فزي ما انت شايف كده الزرار بتاع الباور موجود فيه البصمه بتاعه الموبايل، والبصمه دي على فكره بتكون سريعه جدا وممتازه. بمجرد كده ما بضغط على البصمه بلاقي ان الموبايل بيفتح على طول، وده على فكره في جميع الظروف. انا عمري ما حطيت صباعي كده على البصمه وما فتحتش معايا، وبتفتح على فكره بسرعه جدا. وفي تفصيله كده بسيطه خالص انا لاحظتها وعجبتني بصراحه، وهي الساوند افكت اللي بيطلع اول ما تحط صبعك على البصمه. اسمع كده معايا، بص ساوند افكت هو حاجه بسيطه خالص كده، بس بتفرق فعلا مع تجربه المستخدم. فكك بقى من الكلام ده كله وتعالى نتكلم شويه عن الشاشه نفسها بتاعه الموبايل. فزي ما شركه اونر ابدعت في الديزاين بتاع الموبايل الخلفي، فهي ابدعت برده في الديزاين بتاع الموبايل الامامي. زي ما انت شايف كده الحواف بتاعه الموبايل تعتبر مش موجوده، بالذات من فوق والشمال واليمين. حرفيا الشاشه هنا تعتبر معدومه الحواف، ده باستثناء بقى الحافه اللي تحت. هم حرفيا شالوا كل الحواف من جوانب الموبايل ورزعوها تحت في الشاشه. مش عارف ليه بصراحه شركه اونر ممكن تعمل حركه زي دي، ما هي كانت خلاص يعني كان فاضل لها التكه بس كده بتاعه الحافه اللي تحت والشاشه تكون تعتبر شاشه فلاجشيب، بس هي جت كده على الحافه اللي تحت وقلشت منهم بصراحه. بس بعيدا بقى عن كل ده، فالشاشه نفسها هي LTPS IPS LCD 6.7 انش، دقتها فول اتش دي بلس، وزي ما انت شايف كده جايه بريفرش ريت 90 هرتز. الشاشه هنا هتكون كويسه جدا معاك في السكرولنج على فيسبوك او انستجرام، هتكون سلسه جدا وسريعه معاك. وكمان لو انت بتحب تتفرج على فيديوز وافلام كتير فانت هتستمتع فعلا بالشاشه بتاعه الموبايل علشان الحواف بتاعتها قليله. بس اللي انت مش هتستمتع بيه هو حته ان الشاشه هنا IPS LCD. كنت اتمنى طبعا في الفئه السعريه دي ان الشاشه تكون اموليد، الالوان بتاعتها كانت هتكون احسن بحبه حلوين، بس الحمد لله شركه اونر هنا حطت بانل IPS محترم. الالوان بتاعته بتكون كويسه جدا معاك، وتحت اشعه الشمس الموبايل هنا هيكون ظاهر جدا وكويس معاك، مش هتتضايق منه خالص. بس الفكره كلها ان في طبعا موبايلات احسن في الفئه السعريه دي جايين بشاشه اموليد. سيبك بقى من الكلام ده كله وتعالى نتكلم شويه عن الاداء بتاع الموبايل. الموبايل هنا جاي لك بمعالج من ميديا تك الدايمنستي 6020، والمعالج ده بيدعم ال 5G، والذاكره الداخليه بتاعه الموبايل هنا هي 256 جيجا مع 8 جيجا رام، وال8 جيجا رام دول ممكن تزودهم 5 جيجا رام زياده من جوه النظام. وعلى ذكر النظام، فالموبايل هنا جاي لك بواجهه اونر الماجيك OS 7.1، ولو انت استخدامك تقيل بقى مع ال8 جيجا رام وال90 هرتز، واجهه اونر اللي هي من اكتر الواجهات اللي انا بحبها شخصيا، وبحس كده ان الواجهه دي خفيفه وسلسه كده وسريعه مع اي موبايل. فكون بقى ان المعالج ده موجود في الموبايل هنا، المعالج اللي هو يعتبر قوي جدا في الفئه السعريه دي، مع ال8 جيجا رام وال90 هرتز، بجد هتاخد كومبو كده محترم لو انت استخدامك تقيل وبتحب تتنقل ما بين الابلكيشن. الاستخدام اليومي مش هتقابل معاه اي مشاكل تماما لو انت رحت اشتريت الاونر 90 لايت. طب يا تميمي لو انا جيمر اشتري الاونر 90 لايت ولا فكس؟ بص هو انا مش هجاوبك على السؤال ده غير لما تنزل دلوقتي حالا تعمل لايك وسبسكرايب. لو انت مكمل الفيديو لحد هنا ولسه مش عامل لايك وسبسكرايب فانا زعلان جدا منك. فيلا بينا بقى دلوقتي حالا نعمل لايك وسبسكرايب مع بعض. ولو انت جيمر بقى انصحك ان انت عادي تشتري الموبايل ده، بس للامانه في موبايلات تانية هتقدم لك اداء في الجيمز اقوى من الموبايل ده. فلعبه زي لعبه PUBG هنا بتشتغل على الموبايل ده على سموث والترا من غير دروب في الفريمات ولا اي لاج. اللعبه هنا كانت شغاله باستقرار وسموثنس عاليه جدا، بس كجرافيكس ففي
موبايلات تانية بتقدم لك جرافيكس اعلى من كده. فاوفر اول كده الاداء بتاع الموبايل ده يعتبر من اقوى الموبايلات في الاداء، بس في اقوى منه. بالنسبه بقى للبطاريه بتاعه الاونر 90 لايت، فهي بطاريه 4500 ملي امبير اور وجايه بشاحن سريع 22.5 واط. بصراحه هنا البطاريه مش هتكمل معاك اليوم كامل الا لو انت استخدامك من خفيف لمتوسط. لو استخدامك كان اعلى من المتوسط بشويه او انت جيمر ودايما قاعد بتلعب على الموبايل، فالبطاريه هنا مستحيل تكمل معاك اليوم. ولما بتيجي تشحنها فجايه بشاحن سريع 22.5 واط. انا مش فاهم بجد فين الشاحن السريع في ال 22.5 واط دي. اقل حاجه كان المفروض ينزل بيها الموبايل ده كشاحن سريع هو 30 واط او 33 واط. ال 22.5 واط دي مش احسن حاجه خالص في الفئه السعريه دي، مع حجم البطاريه اصلا اللي هو حجم صغير. بس هي الحمد لله ان شركه اونر مع السوفت وير بتاعها والبطاريه الصغيره دي والكلام ده كله، يعني لو انت استخدامك من خفيف لمتوسط فعلا البطاريه ممكن تكمل معاك اليوم، لان تعامل السوفت وير نفسه مع البطاريه مش بينزف بطاريه كتير. بس عموما لو انت استخدامك تقيل مش هتنبسط قوي بصراحه مع بطاريه الاونر 90 لايت. بس بصراحه كده شيء يذكر لشركه اونر، وهي العلبه بتاعه الموبايل. العلبه بتاعه الموبايل كده اول لما بتفتحها طبعا بيكون هنا موجود كده الموبايل، بس انا شايله على جنب. يعني اول حاجه هتلاقيها كده هو الظرف ده، والظرف ده انت هتتفاجئ ان موجود فيه الجراب بتاع الموبايل السيليكون. وبس كده خلاص الظرف ده هنرميها كده على جنب. عندك هنا بقى الشاحن بتاع الموبايل اللي هي البلاجه بتاعه الشحن، وتاني حاجه هتلاقيها معاك هو الكابل بتاع الشحن. هنركن بقى كل ده على جنب، وهتيجي بقى دلوقتي تقول لي هو ايه بقى الشيء اللي يذكر لشركه اونر اللي عاملاه في العلبه بتاعه الموبايل. هرد عليك واقول لك على طول بص كده بقى المفاجاه دي معايا. العلبه بتاعه الموبايل يا جماعه موجود فيها سماعه وكونفرتر للسماعه. دي بجد حاجه ما حصلتش بقى لها 3 4 سنين من اي شركه موبايلات، سواء بقى الموبايل اللي انت هتشتريه ده فئه اقتصاديه فئه متوسطه او فلاج شيب. حتى مفيش اي موبايل تقريبا نزل اخر 3 سنين موجود فيه السماعه وحتى كمان الكونفرتر بتاع السماعه. ده شيء بصراحه كلنا لازم نقوم كده، يعني ثانيه واحده كده بس نسقف كده لشركه اونر. احنا لازم بجد نسقف لشركه اونر على الحركه الجامده اللي هي عملتها دي. هتقولي طب برضه يا تميمي انا فهمت ليه السماعه موجوده، احنا هنسمع بيها، طب بالنسبه للكونفرتر ده احنا هنعمل بيه ايه؟ هرد عليك واقول لك على طول ان للاسف الاونر 90 لايت مش موجود فيه منفذ السماعات، اللي هو حرفيا اونر كانت بتضرب كده من ناحيه اليمين وبتسامحك من ناحيه الشمال. اللي هو احنا هنا في الاونر 90 لايت شلنا منفذ السماعات، بس على الجانب الثاني مسامحينك بالسماعه نفسها وكمان الكونفرتر بتاع السماعه. وعلى سيره الصوت بقى، فالموبايل هنا للاسف جايب مونو سبيكر واحده مش جايب ستيريو سبيكرز، ولكن التجربه الصوتيه بتاعه الموبايل هنا كانت ممتازه جدا. صوت عالي مجسم كده وممتاز، فيه تفاصيل في الصوت وكل حاجه. بس طبعا اي سماعات ستيريو موجوده في اي موبايل تاني في الفئه السعريه دي هتكون احسن في التجربه الصوتيه من التجربه الصوتيه بتاعه الموبايل ده. اخيرا وليس اخيرا بقى لازم نتكلم مع بعض عن الكاميرات بتاعه الموبايل ده. بجد الكاميرات بتاعه الموبايل هنا تعتبر هي اقوى كاميرات في اي موبايل في الفئه السعريه دي لحد 9 او 10000 جنيه. انا مش بافور والله، بس ما عداش عليا اي موبايل تاني في الفئه السعريه دي في نفس الكاميرات بتاعه الموبايل ده. الموبايل هنا جالك بثلاث كاميرات خلفيه، الاولى والاساسيه 100 ميجا بكسل، الثانيه 5 ميجا بكسل ودي الترا وايد، والثالثه والاخيره بتكون 2 ميجا بكسل ودي ماكرو كاميرا لتصوير الحاجات الصغيره والدقيقه جدا. وبالنسبه للكاميرا السيلفي اللي موجوده في الهول بانش دي فهي كاميرا 16 ميجا بكسل. عايزك بقى تركن لي كل الارقام دي على جنب وتعالى نتكلم كده شويه عن الكاميرات الخلفيه بتاعه الموبايل ده. الكاميرا الخلفيه الاساسيه بتاعه الموبايل هنا بتطلع لك كميه صور جباره في الفئه السعريه دي. الصوره كده كلها تفاصيل، كل لما تزوم كده في الصوره هتحس كده ان انت خلاص انت قاعد جوه الصوره او قاعد جوه المكان اللي انت بتصوره. كم تفاصيل رهيب، واللوك كله بتاع الصوره كده اسلوب معالجه شركه اونر في الصور اللي بتطلع من كاميرات الموبايل هنا الخلفيه اسلوب معالجه جبار، الالوان ممتازه، الموازنه ما بين الهايلايتس والشادوز، الدايناميك رينج نفسه بيكون ممتاز، الصوره شارب كده والصوره كويسه قوي. بصراحه انا معجب جدا جدا بالكاميرات الخلفيه بتاعه الموبايل هنا. والكاميرا الالترا وايد برده على فكره كاميرا شغاله جدا. السعر ده انا شفت اكتر من موبايل موجود فيه كاميرا الترا وايد مش بالجمدان برده بتاع الكاميرا الالترا وايد بتاعه الموبايل ده. وبالنسبه للتصوير بالليل فموجود هنا نايت مود. النايت مود هنا لازم تستخدمه بالليل، بيحول الصوره 180 درجه للاحسن. بس اهم حاجه وانت بتصور بكاميرات الموبايل هنا ان انت تثبت ايدك كويس، ولازم برده بعد ما تثبت ايدك كويس ان انت تستنى كده ثانيه ولا ثانيتين بعد ما تتلقط الصوره علشان الشاتر بتاع الموبايل هنا مش اسرع حاجه. اوفر اول كده لو انت فوتوغرافر اوعى تشتري موبايل تاني في الفئه السعريه دي غير الاونر 90 لايت. وبالنسبه للكاميرا السيلفي بتاعه الموبايل هنا هي كاميرا سيلفي زي ما قلت لك 16 ميجا بكسل، كاميرا سيلفي جباره برده في الفئه السعريه دي. اللي عاجبني فيها جدا هو الاتش دي ار او الدايناميك رينج بتاع الصوره، دايما بيطلع كويس جدا وانا بتصور مثلا وانا ورايا الشمس او ورايا سحابه، انا وشي بيكون ظاهر وكمان المنظر اللي ورايا بيكون ظاهر، ودي حاجه كويسه جدا شفتهاش تقريبا في اي موبايل تاني في الفئه السعريه دي. الصوره اللي بتطلع من الكاميرا السيلفي مش بتكون صوره حقيقيه، بس بيكون ملعوب عليها كده بالسوفت وير شويه من غير اصلا لما تفتح البيوتي مود. بس بعيدا عن كده في الصوره نفسها اللوك كده بتاعها من بعيد شكله جامد قوي، ولما تزوم كده هتلاقي في شويه تفاصيل. صراحه انا مبسوط جدا جدا بتجربه التصوير بالكاميرات الموبايل هنا، سواء الكاميرات الخلفيه او حتى كمان الكاميرا السيلفي. هتيجي دلوقتي وتسالني طب يا تميمي بالنسبه للسنسور بتاع المكالمات والشبكات بتاعه الاونر 90 لايت ايه دنيتها؟ هرد عليك واقول لك برده شركه اونر ما قصرتش معانا اطلاقا في الحتتين دي. سنسور المكالمات هنا سنسور مكالمات محترم، سنسور مكالمات شغال 100%،
بيرفكتو بصراحه. وبالنسبه برده للشبكات فهي ما اثرتش تماما معايا. حاجه اخيره برده لازم اقول لك عليها، وهي ان الموبايل هنا للاسف مش بيدعم تركيب اي كارت ميموري. اخيرا بقى سعر الاونر 90 لايت هو $250 او بما يعادل 900 درهم، وبالمصري هيعتبر حوالي كده 7500 جنيه ل 8000 جنيه. الموبايل ده بجد يا جماعه يعتبر هو اقوى موبايل بالسعر ده والاكثر تكاملا بسعره. ورايي انا كتميمي لو معايا فلوس الموبايل ده مستحيل اتوجه ان انا اشتري اي موبايل تاني في الفئه السعريه دي، وهروح على طول اشتري الاونر 90 لايت. وبس كده يا جدعان، كده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. اتمنى فعلا الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم كده بقى ما تنسوش تظبطوني بلايك وسبسكرايب، فولو على انستجرام برضه زي ما قلت لكم، هسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن. وبس كده، سلام.